وصفتنا لليوم الملوخية بالطريقة السورية الأصلية، طعمة بتاخد العقل مع إضافة أنا بضيف لها إياها بتاخد الملوخية لعالم تاني. تابعوني بالفيديو للأخير لتشوفوا شو هالإضافة اللي بضيف لها إياها، وما تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل شي جديد، وتحطوا لي لايك وتعليق حلو مثلكن إذا عم تحبوا وصفاتي. ويلا نبدأ وبنقول بسم الله. عندي هون فخاد دجاج، حطيت لها مي بحرارة المطبخ، وبعد ما غلت وشلت الزفرة بضيف المطيبات اللي هي حبة بصل، ورق غار، قرفة، قرنفل اللي بتفضلوه. بعدين حطيت بطنجرة كمية منيحة من السمنة. السمنة هي أساس الملوخية، وكنت غاسلة الملوخية كتير منيح ومصفيتها. بقلب ورق الملوخية كتير منيح مع السمنة، وبضيف الملوخية بالتدريج مع إضافة سمنة إذا احتجنا. بعدين بضيف عليهم توم مقطع شرائح وبقلبه معهم. وأنا بحب نكهة الهيل كتير بالملوخية فبضيف كم حبة هيل. هذا الموضوع اختياري بيرجع إلكن إذا بتفضلوه أو لا. وهون معنا مرقة الدجاج صارت جاهزة بضيفها فوق الملوخية، وبحط ملح حسب الرغبة، وكمان ضفت هيل ناعم ورشة فلفل ورشة كزبرة يابسة، وبقلبهم وبغطيهم لحتى تستوي الملوخية كتير منيح. وبعد ما استوت الملوخية تقريبا مقلاية بنضيف كمية سمنة مع توم مهروس، بقلبهم. بعد ما قليت التوم شوي بضيف عليه دبس فليفلة، هذا الموضوع اختياري، ودبس بندورة. أنا بحب الملوخية مرقة البندورة مع رز، طبعا هذا الموضوع اختياري وهي إضافة من عندي، فيكن تضيفوها إذا بتفضلوا وممكن تعملوها ناشفة. وضفت كمان كزبرة خضراء قليتها مع الثوم ومع دبس البندورة والفليفلة. وبس استوت الملوخية عندي بضيفهم على الطنجرة، وبضيف عليهم الدجاج اللي كنت مقطعته وشايلة منه العظم وعصير ليمونة. بقلبهم تقليبة خفيفة ليغلوا غلوة مع الملوخية، بعدين بشيلهم. وأنا كنت طابخة حدن رز بشعيرية، ممكن تاكلوها ناشفة مع عصرة ليمون بالخبزة، أو ممكن تاكلوها مع رز بشعيرية، بكل حالاتها طيبة ناشفة أو بمرقة. وهيك الملوخية صارت جاهزة معنا، ريحتها بتفتح النفس وطعمتها بتاخد العقل، وطيبة بكل حالاتها بالخبزة مع ليمون أو مع رز ومرقة. عن جد جربوها بهالطريقة وأكيد رح تحبوها وتعتمدوها دائما. وألف صحة وهنا.